النهاردة مش هنتكلم عن مجرم بالصدفة ولا عن حرامي محترف. احنا هنتكلم عن دكتور وظيفته يداوي الجروح، لكنه اختار يفتح جرح ما بيتلمش. حكاية النهاردة عن ياسين، الدكتور اللي الكل حلف بأدبه، وكمال الصاحب اللي كان بياكل معاه في طبق واحد بس كان بيحفر له قبره تحت رجليه وهو بيبتسم. ايه اللي حصل في عيادة كمال، وازاي السيراميكي الجديد كان هو الخيط اللي كشف المستور؟ جهز قهوتك وركز معايا عشان اللي جاي حقيقة أغرب من أي فيلم رعب. دكتور ياسين شاب في أواخر الثلاثينات، وشه بشوش، وعيادته في منطقة شعبية كانت دايما مليانة ناس، مش عشان شطارته بس، لأ، عشان جبر الخواطر. ياسين كان من عيلة ميسورة ربنا فتحها عليه، وكان دايما شايل شنطة العمليات بتاعته، وفيها مش بس أدواته، كان فيها أسرار كرمه مع الغلابة. في الناحية التانية كان دكتور كمال زميله من أيام الجامعة، بس الدنيا ما كانتش ماشية معاه زي ياسين. كمال كان عنده هوس بالمظاهر، عايز يركب أحدث عربية ويسكن في أرقى المناطق رغم إن دخله كان محدود. الغيرة بدأت تنخر في قلبه زي السوس. كان بيبص لياسين وهو بيضحك ويقول لنفسه: اشمعنى هو؟ ليه هو عنده وانا لأ؟ كمال كان مديون، خسر فلوس كتيرة في تجارة أجهزة طبية مضروبة، وكان عليه شيكات ممكن توديه ورا الشمس. في اللحظة دي الشيطان قعد جنبه على مكتبه في عيادته القديمة وقال له: ياسين عنده كتير، وياسين بيثق فيك، والحل تحت رجلك. كمال ما كانش هيقدر يعمل العملية لوحده، استعان بسيد الممرض بتاعه، راجل مستعد يعمل أي حاجة عشان الفلوس. وبالمرة دخل معاهم نادية، ست كانت بتشتغل وسيطة وليها علاقات مشبوهة، وكان كمال وعدها بجزء من الغنيمة. التلاتة قعدوا في ضلمة العيادة. كمال رسم الخريطة. ياسين معاه مبلغ كبير بالدولار شايله عشان يشتري شقة جديدة، والفيزا بتاعته دايما مليانة. احنا مش هنقتله، احنا بس هنقرصه وناخد اللي معاه. طبعا ده كان كلام كمال عشان يجر رجل سيد ونادية، لكن النية كانت سودة من البداية. في ليلة شتا باردة ياسين كان راجع من عيادته تعبان، تليفونه رن. كانت نادية، انتحلت شخصية مريضة في حالة خطر وبتموت في شقة قريبة منه، وبتقول له: الحقني يا دكتور، أنا بطلع في الروح ومليش حد. ياسين بقلبه الأبيض من غير حتى ما يفكر خد شنطته وراح على العنوان. بمجرد ما دخل الشقة لقى كمال وسعيد مستنيينه. الصدمة لجمت لسانه. كمال، انت بتعمل ايه هنا؟ وفين العيانة؟ وقبل ما ياسين ما يستوعب سيد هجم عليه وشل حركته، وكمال بلمسة دكتور خاينة اداله حقنة مخدر قوية. غاب ياسين عن الوعي وهو مش مصدق ان صاحبه هو اللي بيعمل فيه كده. نقلوه في عربية نص نقل بالليل لعيادة كمال. العيادة كانت في دور أرضي، وكمال كان مجهز مفاجأة لياسين. قبل الجريمة بأسبوع كمال خلى سيد يحفر حفرة عميقة تحت أرضية أوضة الكشف، وقال للعمال إنه بيصلح مواسير الصرف. ربطوا ياسين وحطوه في الحفرة وهو لسه تحت تأثير المخدر. لما بدأ يفوق
لقى نفسه في ضلمة كحل ورجليه مربوطة، وكمال واقف فوق راسه بيقوله: قول لي الباسورد بتاع الفيزا، وفين الدولارات يا ياسين وانا هطلعك. ياسين كان بيبكي: خد كل حاجة بس سيبني اروح لأمي. كمال ما كانش بيسمع، الطمع عماه، سابه في الحفرة يومين وياسين بيصارع الموت من غير أكل ولا شرب، وتحت تأثير جرعات بنج متتالية عشان صوته ما يطلعش. في الوقت اللي كان ياسين فيه مرمي في جحر تحت الأرض، كانت العيادة فوقه هادية هدوء مرعب. كمال ما روحش بيته، فضل قاعد على مكتبه، النور مطفي، مفيش غير ضوء خافت جاي من كشاف الشارع. كان بيسمع خبطات ضعيفة جاية من تحت السيراميك، خبطات ياسين اللي كان بيحاول يستغيث بآخر طاقة عنده. سيد الممرض دخل عليه الأوضة وهو شايل كوباية شاي، ايده كانت بتترعش وقال بصوت واطي: يا دكتور، الراجل اللي تحت ده صوته بدأ يروح، احنا هنعمل ايه؟ الفلوس اللي خدناها منه مش مستاهلة كل ده، خلينا نطلعه ونرميه في اي طريق صحراوي ونخلص. كمال بصله نظرة خلت الدم يتجمد في عروق سيد، وقال له ببرود: تطلعه؟ تطلع مين يا غبي؟ انت فاكر ياسين لو طلع هيسيبنا في حالنا؟ ياسين شاف وشك وعرف مكاني، لو طلع يبقى انا وانت هنلبس بدلة الاعدام الصبح. اشرب شايك واسكت، هو خلاص المسألة مسألة وقت. في اللحظة دي ياسين كان تحت بيمر بشريط حياته كله. كان بيفتكر ضحكهم في مدرج الجامعة، بيفتكر لما كمال اتزنق في فلوس زمان وياسين هو اللي شاله. كان بيحاول ينده بكلمة واحدة بس: ليه؟ بس الصوت كان بيطلع بحشرجة مكتومة. الضلمة بدأت تاكله والأكسجين بيقل، وبدأ يهلوس بصور أهله وصوت أمه وهي بتدعيله: ربنا يكفيك شر طريقك يا ابني. ما كانتش تعرف إن طريقه آخره كان في أوضة صاحبه. الليل عدى تقيل، ومع كل دقيقة كانت بتمر كان كمال بيموت فيه الإنسان وبيتولد مكانه الوحش. كان بيقوم يقف فوق البلاط اللي تحتها ياسين ويدب برجله بكل قوته ويقول له بصوت واطي: نام يا ياسين، نام، عشان الدنيا ما فيهاش مكان للي زيك. لما طلع النهار كان كمال خلاص خد قراره النهائي، مفيش رجوع. قام غسل وشه ولبس البلطو الابيض ووقف قدام المراية يظبط الياقة بتاعته. بص لنفسه بابتسامة صفرة وكأن مفيش جثة بتنازع تحت رجليه على بعد 1 متر. وفي اللحظة دي سكت ياسين للأبد. ما كانش فيه خبط، ما كانش فيه نفس، ما كانش فيه غير ريحة الموت اللي بدأت تتسحب من بين السيراميك القديم وتعلن إن الجريمة اكتملت وإن اللعنة بدأت. بكل برود كمال وسيد ردموا الحفرة وحطوا فوقيها صبة خرسانة وركبوا سيراميك جديد زي القديم بالظبط. كمال غسل ايده ولبس البلطو بتاعه، استقبل عيانين في نفس الأوضة، كان بيكشف على الناس ورجله دايسة على جثة صاحبه. لما أهل ياسين بدأوا يدوروا عليه، كمال كان أول واحد يروح بيتهم، قعد يعيط معاهم ويدور معاهم في المستشفيات ويقول: ياسين ده أخويا، أنا مش هسكت غير لما ألاقيه. الثبات الانفعالي بتاع كمال كان يدرس لدرجة إن الشك ما كانش رايح ناحيته تماما. مأمور القسم كان راجل مخضرم في المباحث، مسك القضية وبدأ يتتبع آخر مكالمات ياسين. قدر يوصل لنادية اللي في التحقيقات بدأت تتهز، كلامها ما كانش راكب على بعضه، ومن هنا
الخيط كمل لسيد الممرض. سيد كان الحلقة الأضعف. لما اتضغط عليه في التحقيقات انهار وقال أنا ما قتلتش، دكتور كمال هو اللي خطط لكل حاجة، والجثة عنده في العيادة. قوة من الشرطة راحت العيادة وكمال كان قاعد بمنتهى الهدوء. خير يا فندم، بتفتشوا عيادتي ليه؟ الضابط دخل أوضة الكشف، بص للأرض ولاحظ إن في 4 بلاطات سيراميك لونهم أزهى شوية من الباقي، وريحة الأسمنت لسه باينة رغم المعطر اللي كمال كان رشه في الأوضة. الضابط خبط برجله على الأرض، الصوت كان مكتوم. أمر العمال يكسره. كمال بقى وشه عامل زي الورقة البيضة وبدأ يترعش، ومع أول خبطة فاس ظهرت الخرسانة الجديدة، وبعدها ظهر البلطو اللي ياسين كان لابسه. ياسين خرج من تحت الأرض وكمال دخل ورا القضبان. المحكمة حكمت بالإعدام على كمال وسيد، والسجن المؤبد للمحامية نادية. الحكاية خلصت بس الوجع ما خلصش. الدرس هنا يا جماعة مش إننا ما نثقش في حد، الدرس إن الطمع لما بيدخل القلب بيعمل عين عن أي عشرة وأي دين. ياسين مات وهو بيعمل خير، وكمال عاش اللي فاضل من عمره وهو بيشوف كوابيس صاحبه اللي دفنه حي.